محمد، برنامج الحقيقة حضرتك طلبت تعمل معانا مداخلة. ازي حضرتك محمد؟ ازيك يا فندم، عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. هنتعرف بيك. محمد معاك يا فندم. أستاذ محمد، كام سنة؟ 23. 23. أحب أعرف مشكلتك. مشكلتي اللي انا متجوز برضه دي 3 سنين. بس الجوازة يعني كانت ايه نظام يعني. السن ما كانش لسه بالغ يعني كنت شابك حوالي دي يمكن سنة. مم. جيت لما انا اتعرفت عليها اكتر كده وكده ما حبيتش ان انا اكمل. مم. قعدت بقى قلت لابويا اللي انا مش عايز السنة دي اللي انا اسيبها يعني وكده يعني. ابويا وامي جماعة طيبين على الاخر. تمام، في دوشة جنبك بس يا ريت تبعد عنها. تمام. طيبين على الاخر. تمام. قال لي لا وده جماعة غلابة وجماعة فقراء احنا دول اللي هننفع معاهم واحنا قلت له لا انا دول مش عايزها. تمام. قاعد بقى امي تحايل فيا ابويا حايل فيا. مم. لقيتهم بقى انا كنت مظبط الشقة وتمام وعامل اوضه النوم وكل حاجة بقى قال لك ايه هنخش بقى ايه تتجوز على طول. تمام. ساعة ما اتجوزت بقى قعد وانا دي لي حوالي 3 سنين مم. شايفها قدامي مش حاجة. مم. اطلع اخرج انظر بنات بكلم بنات كتير بكلم نسوين عادي ولا هي متجوز. في دماغها؟ اه. و... ولا هي في دماغها لا مم. بتقول لي انت بتتكلم ومش بيتكلم. وعادة لما اقعد افتح فيس كده والنت هي حاسه ان انا بكلم. مم. مشيت كتير برضو مع بنات مم. وحبيت واحده مم. تخصها هي جوي. مم. ما كنت اروح عندها البيت يعني كنت اروح انا وهي تقول لي انا عايز اروح عند اهلي. تمام. هو أنت كنت منين يا اوديها أستاذ محمد؟ منين. من منيا. اه. اقول لها خلاص يلا نروح هي بقيت اروح هناك. ديكي مم. شغلتني جو برضه. مم. دي بقى الحياة معاها تعبان يعني تعبان يعني بص. عارفين انا كنت دخلت في موضوع طلاق يمكن حوالي فوق ال5 مرات 6 مرات. مم. امي وابويا بقى قعد يقول لي لا ده لو دورت وطلقت احنا ما نعرفكش واحنا ما. مم. ويعني وهم واقفين في صفها قوي. تمام. يعني لو عملت حاجة يعني ممكن. انا قاعد لوحدي يعني في ابويا قاعد لوحدي. طيب. انا فيش انا على 3 بنات والثلاثة متجوزين. تمام. هي دي مشكلتك طبعا، صح كده؟ تمام. بص يا باشا، انا أوه. اسالك بقى وانت تجاوبني. ماشي. تمام تمام. تمام. الست اللي انت على علاقه بيها او اي ست متجوزه على انت علاقه بيها، اه. انت تقبل ان هي تكون مراتك وعلى علاقه بواحد تاني وهي متجوزاك؟ لا هي طبعا. مراتك مش هتعمل كده. انت دلوقتي دماغك عاوزه ايه؟ انت شاب 23 سنه ودماغ مراهقه شويه. تمام. فانت بتفكر في ايه دلوقتي؟ انا عاوز الدلع وعاوز 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 ايوه وعاوز. ايوه كده ده تمام طبيعي، انت اي شاب بيبقى عاوز ايوه الكلام ده. صح. انت ممكن تجبر مراتك ان هي تعمل ده. ليه لا بقى؟ علمتها هقول لك، كتير. بس انت مراتك خام. عارف يعني ايه خام؟ يعني انت معاك امم. حتة طفل صغير وانت اللي بتربيه من اول وجديد وتشكله. عارف لو مراتك جايه لك متودجه وعارفه الكلام ده كله، كان زمانها تمام. خانتك زي ما انت بتخونها. انما هي مراتك محافظه عليك ليه؟ عشان هي خام. عارف شغل المراهقه اللي انت فيه دلوقتي ده، مش هتحس بمراتك دي ولا قيمه مراتك الا بعد كده. بعد ما تقع، بعد ما تتعب. لو انت دلوقتي تعبان او مريض او فيك اي حاجه، اللي انت بتكلمهم فرحانين بيك دلوقتي، صدقني يا ابني مش هيعبروك بعد كده. هم شايفينك دلوقتي انت واقف ورايح وجاي وبتلبس وبتتشيك و انما لما يشوفوك وانت واقع، لا صدقني ان هم مش هيقفوا معاك. محدش هيشيلك ولا هيحطك فوق دماغه غير الست اللي انت دلوقتي مش طايقها. بس الكلام ده انت مش هتحسه دلوقتي. ليه انت والدك او والدتك عاوزين دي؟ عشان هم حاسين الكلام ده. عشان هم باصين فيما بعد دي هتعمل معاك ايه، واي واحده تانية من اللي انت شايفهم حلوين دلوقتي هيعملوا معاك ايه. بص يا حبيبي، انت دلوقتي معاك حاجه انت اللي بتشكلها، انت اللي بتربيها، انت اللي بتعملها. خليك دلوقتي طلقت دي ورحت اتجوزت واحده من اللي هي بتخون جوازهم معاك.
تمام. وانت مش كامل، مفيش حد كامل، اكيد انت صح. هيبقى فيك غلطة. طيب، تمام. قدام الغلطة اللي هي فيك تقبل ان هي تبقى على علاقة براجل تاني؟ لا. طيب ما هو انت دي اللي انت عاوزها. انت عاجبك دلوقتي اللي بيخونوا جوازهم، هم عاجبينك قوي، انت مبسوط بيهم قوي دلوقتي. طيب حط نفسك مكان جوزها، شكلك هيبقى عامل ازاي؟ وحش طبعا. طيب ما هو ده اللي انت عايزه. يعني عايزين نسيب ست الكل اللي هي محافظة علينا عشان ما بتلبسش، عشان ما ده ما تعملش؟ تعرفش حاجة أصلا. ما تعرفش حاجة ازاي؟ مش جارية ولا يا حبيبي ما علامتي هي عني منين. خام خام. احنا ليه بننقي الخام عشان نتجوزهم؟ وعشان كده عشان يحافظوا علينا وعلى عيالنا ويربوا لنا عيالنا. انت كده كده يا حبيبي بتعمل اي حاجة بتعملها بره، صح كده؟ صح. ما مش هنكدب على بعض، انت شاب وبتاع وبتعمل اي حاجه بره. بس اللي يتعمل بره حاجه، وان انا ابقى عايز مراتي تبقى زي اللي بره ده موضوع تاني. ما ينفعش يا حبيبي نعمله، ما ينفعش. والدك ووالدتك لما بيقولوا لك هنغضب عليك، هم شايفينك لسه شاب طايش، دماغك طايشه، فهم بالنسبه لهم ايه؟ هما دي عزوها قوي، هي برضو يا حبيبي تحبهم هم قوي يعني. بيعزوها عشان كويسه. الكلام ده انت مش هتحس بيه دلوقتي صدقني، الكلام ده هتحس بيه لما تكبر، لما تتعب، لما ما تبقى الشغل واقف معاك، لما يحصل لك مشكلة من اي مشاكل من اللي بتحصل للناس كلها. دي اللي هتشيلك، مش بتوع بره اللي هيشيلوك. انت لو انت لا قدر الله حصل لك مشكلة ومتجوز واحدة من اللي هي انت بتقول عليهم اللي انت نفسك فيها دي، هتديك ايد ورجل، او هتخونك زي ما هي دلوقتي بتخون جوازهم معاك. تقبل ده؟ لا تقبل طبعا. تسيب ست الكل المحترمة الشريفة عشان خاطر ما بتلبسش، ما بتفهمش، ما بتعملش، ما بتسويش؟ دي الأساس. هي دي اللي هتحافظ عليك، وهي دي اللي هتشيلك. أكلتها فول وطعمية هتشيلك، أكلتها فراخ ولحمة هتشيلك، ما أكلتهاش خالص هتشيلك. تعبت من أي نوع من التعب هتستحملك، مش هتقول لك لا أنا عايز حقوقي زي الناس و ما هو أنت النهاردة واقف وبتتنطط وبتروح وبتيجي، أنت ضامن بكرة إيه اللي يحصل لك؟ لا. محدش ضامن نفسه يا محمد. محدش ضامن. طيب يبقى دي لازم نحافظ عليها، لازم نحافظ عليها، دي الأساس. أي حاجة تانية يعني هوائي بقى، تنطط روح تعالى، ربنا هيهديك بإذن الله. أي حاجة يا ابني أنت هتيجي على البنت دي فيها ربنا مش هيكرمك في حياتك. ما تجيش عليها، مش عشان هي ضعيفة أنت تيجي عليها، لا، قولها حرام، لي بقى على طول. حرام. هو انا يعني مش من ناحية يعني اللي انا يعني هطلقها واسيبها وكده، يعني انا جايب منها بنت يعني. لا أنت ما ينفعش تقول أطلقها، مش عشان هي لا كويسة طبعا. أو عشان هي شريفة أو عشان هي مش مودجة أو ما نقولش كلمة أطلقها. أطلقها دي لما ألاقيها مش كويسة، أطلقها دي لما ألاقيها طماعة، أطلقها دي لما ألاقيها بتيجي على أهلي وبتيجي على ناسي وبتيجي على أصحابي. إنما كلمة أطلقها عشان هي مش متفتحة، لا. ده الناس بتدور تتجوز واحدة مش مفتحة، أنت عايز تطلق اللي مش مفتحة عشان تتجوز واحدة مفتحة؟ إزاي يا محمد الكلام ده؟ لا يا محمد، لا، احنا شباب زي بعض وبنروح وبنيجي، بس في حد في البيت ده بتاع الاولاد وبيربي ليه؟ مهما لف مهما شرق مهما غرب، انا معايا اسد في البيت، معايا مسمار في البيت، مكان ما بدقه بلاقيه. تمام. فدي الاساس. الباقي كله تفاريح وتنطيط وبتاع، في الاخر هتلف تلف ترجع لها هي. ما تظلمهاش معاك عشان ربنا يكرمك في حياتك. فما تظلمش البنت معاك، مش ظالمها والله. ما كل حقوقها تظلمهاش. واخداها، ما والله كل انت حقوقها واخداها. ايه انا الفايده يا عندي محمد ان انا انت عندي مديها؟ انا عندي ابويا وامي في البيت، والله انا يعني هي ابويا مش وامي في متجوزه البيت. ابوك وامك يا محمد، هي انا متجوزاك انت. معاملينها اكتر، هي معاملينها مش اكتر متجوزاهم هم، من هي من متجوزاك ولادها. انت يا حبيبي، هي متجوزاك انت، ملهاش دعوه بابوك وامك. ابوك وامك يعاملوها في المناسبات في كل يومين ثلاثه، انما اللي عايش معاها هو انت. اهم حاجه انت تعاملها ازاي، انت بتتعامل معاها ازاي. وانا ما بحسسهاش اصلا باي حاجه. انت بيتهيألك. انت والله معنى ما ان انت بحسها، هي تمسك هي معنى حاسه بس. هي ما بص يا بحسسهاش حبيبي، باي حاجه. هي مغلوبة الامر، يعني انت مخليها مغلوبة على امرها. معنى ان انت تمسك التليفون قدامها وتخش على الماسنجر او تخش على الفيس او وتكلم بنات وهي عارفة، هي مغلوبة على امرها. بص يا محمد، يا بخت من قدر وعفي. انت قادر دلوقتي والبنت غلبانة ما بتتكلمش. اعفي عشان ربنا يعفيك من حاجات كتيرة. انا مش هقول لك اكتر من كده. لازم تمام. تعفي، لازم تعفي عنها شوية. لازم تحسسها ان هي انثى، لازم تحسسها ان هي مراتك. مش تدي الحلو كله بره وتخش عليها هي
اكنك بتتعامل مع واحد صاحبك. لا يا محمد، تمام. دردحها، فتحها، فتحها ليك احسن ما تجيبها مفتحه وما يبقاش ليك لوحدك. انت تمام. فاهم انا بقول ايه طبعا. فاهمك والله. طيب، فربنا لا. يوفقك يا حبيبي في حياتك، امين يا رب. ودي ام عيالك ولازم نحوطها ونحجم عليها، وواحده واحده هتلاقي الدنيا هي مشيت بالراحه. مش عيب تمام. ان انت تعلمها وتفهمها، انت كل القصه بقالكوا 3 سنين، ما بقالكوش 10 سنين. فبالراحه والله ثلاث وواحده سنين واحده. طيب بالراحه يا محمد، وواحده واحده. حبيبي يا محمد، انا سعيد ماشي. بمعرفتك وربنا حبيبي يوفقك في غالي، الله حياتك يا يبارك حبيبي. فيك، الله يخليك يا اتفضل يا محمد، باشا، ألف اتفضل. شكر. الله اتفضل يا يبارك حبيبي. فيك. السلام عليكم.